السلام عليكم. بسم الله. بلاش تعمل زي مدرب الشرقية انبي واعمل زي الاهلي. اتعلم بورصة من الدوري المصري. ببساطة كده، النهاردة الشرقية انبي فريق بيلعب الاهلي في الدوري المصري، فايز فرق جون فرق جونين. انت فريق صغير، قفل ودافع واطلع بالتعادل او الفوز. لا، انا سبت خطوط مفتوحه لحد ما الاهلي قلب الماتش تعادل وفاز. ايه علاقه ده يا قطب بالبورصه المصريه؟ ببساطه، انت راجل كسبان في سهم وعامل 20% ولا حاجه زي كده، عامل 10% مكسب، خلاص خد جزء من الارباح. حافظ على راس المال، بيع جزء وخلي جزء حتى لو انت عايز، بلاش تبيع كله. لكن لا، انا كسبان، لا ده ال10 هيبقوا 20 وال20 هيبقوا 30 وال30 هيبقوا 40. طب هل السهم مؤهل لكده؟ لا، هو السهم هيطلع وخلاص. اللي حصل في الماتش بالظبط زي اللي بيحصل بين المستثمر في البورصه المصريه والميكر. المستثمر معاه مكسب، السهم طلع، الدنيا كويسه، بيع يا عم جزء وحافظ على الارباح. لا، انا هفضل زي ما انا. يقوم الميكر قلب الماتش عليه ويقوم تك اول حاجه خسران ارباح، يقول لك ده تطلع تاني، هوب الميكر يروح منزل السهم، يصبح من مكسب لخساره. زي بالظبط اللي حصل في الماتش ما بين الاهلي وما بين الشرقيه انبي. وعلى فكره، وانا قاعد لما قفشه وحسين الشحات نزلوا قلت لهم نصا واحد فيهم هيجيب جون الفوز. عيب، انا راجل محلل وعارف بقول ايه. لو وصلت لحد هنا وعايز تكسب بجد، صلي على الحبيب، قلبك يطيب، وهو ده باذن الله المكسب الاكيد. السلام عليكم.